الفيديو ده فكرت فيه كتير جدا قبل ما اعمله. عايز اقول لك ان البلوجر بيضحكوا عليك واصحاب المطاعم كمان بيضحكوا عليك. اللي حصل ده حصل قدام عيني. ايه اللي حصل؟ فود بلوجر راح لمطعم ما بسيط لسه فاتح، قال له انت هتقعد لي قدام المطعم، هتحط ايدك على خدك، انت ما بتبيعش، وانا هقول ان انا كنت في القهوه اللي هنا بقالي 3 4 ساعات، وانت زي ما انت كده بحطت ايدك، ولا بتبيع ولا حد دخلك ولا اي حاجه. طب انت كصاحب مطعم لما تضحك على الناس اللي هيجوا يشتروا منك، ده لو جم اشتروا منك، يعني انا حاسس ان الموضوع ده ما بيمشيش. تضحك على ربنا، ربنا اللي بيرزق. فاللي انت بتعمله ده عيب عيب. يعني البلوجر هو جاي واخد منك فلوس ايا كان ايه الفلوس، بس بيقول لك اعمل كده عشان اجيب لك مشاهدات. دي اكس كبيره. انت بتضحك على مين؟ بتستعطف الناس يعني، عشان الشعب المصري عنده العاطفه زياده فانت بتستعطفه. عيب عيب كصاحب مطعم. انت فاتح مشروع، انت مستني ان ربنا يرزقك، فما تعملش كده. انسى دي. شفت تاني فود بلوجر تاني راح لست عندها مطعم، قال لها بص يا ست الكل انا هخش عليكي تعيطي. فدخل عليها فعلا بتعيط. فالناس لما يشوفوا ست وصاحبة مطعم بتعيط فيصعب عليهم الموضوع. كده كده البلوجر هدفه الاساسي يجيب مشاهدات، لكن انت كست او انت كصاحب مطعم هدفك ان انت تبيع. طب لما تيجي تبيع، هو ربنا باعت لك الرزق ده عن طريق الناس اللي هيجوا يشتروا منك. طب انت بتضحك على ربنا، استغفر الله العظيم يعني، ولا بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ليه السوشيال ميديا بقت عامله كده؟ ليه نضحك على بعض؟ ليه نحاول نستعطف الناس؟ انت لو جودة اكلك وحش مهما عملت ومهما جبت بلوجر، هو ده، الناس مش هتضحك عليها والناس مش هتجيلك. فيا ريت يا ريت نراعي ربنا، نراعي ربنا في اللي بنعمله وتصرفاتنا. ويا ريت يا بلوجر يا محترمين بلاش الجو ده، الجو ده مش حلو. الجو ده انا ممكن اعمله الفيديوهات هوب. ليه نضحك على بعض؟ عيب. بس دي كانت كلمتين محشورين في زوري كان لازم اقولهم. سلام.